بيبدأ مسلسلنا سنة 1968 قبل انتشار الوباء على الكوكب، وكان في حوار بين اتنين علماء بيتكلموا عن احتمالية حدوث وباء عالمي بيهدد البشرية. والوباء ده عبارة عن فطريات بتسيطر على الإنسان وبتخليه يخضع لإرادتها وينفذ أي حاجة بتأمره بيها. بس الدكتور التاني كان ليه رأي مختلف، لأنه شايف إن الفطريات مش بتعيش في جسم الإنسان من الأساس. وده كان كلام الدكتور نيومان واللي هيتبني عليه أحداث مسلسلنا. وبعد 35 سنة بيكون بطلنا جول عايش لوحده هو وبنته سارة، واليوم ده بيكون عيد ميلاد جول، فبتطلب منه سارة انه يجيب تورته وهو راجع من الشغل. وده بقى اخوه تومي. بعد ما يخلصوا الفطار بتجهز سارة عشان ياخدوها في طريقهم للمدرسة، بس بتروح تاخد ساعة ابوها وتقلبه في كام دولار كده. ولما بتنزل جده ابراهيم وتيتا سمية بيعزموا عليهم يفطروا معاهم، فبيقولوا لهم انهم سبقوهم وادوها بيضة على الصبح. بعدها سارة بتروح لمحل مجوهرات عشان تصلح ساعة باباها، وهناك بتسمع صوت عربية الشرطة طول الوقت. وفجأة لقت مرات صاحب المحل طالعة جري من جوه، وقالت لها انهم هيقفلوا المحل وانها لازم تروح حالا. وفعلا بتروح، بس مش على البيت، بتروح عند جيرانهم. وفضلت تقلب في المكتبة لحد ما عجبها اسطوانة واستأذنتهم واخدتها. وهي مروحة لقت الكلب بيبص بصة غريبة للجدة اللي قاعدة على الكرسي دي، بس ما شغلتش بالها وروحت. ولما باباها بيرجع من الشغل بتديله الساعة اللي صلحتها بفلوسه، فبيفرح بيها جدا. وكمان شغلت الفيلم اللي اخدته من عند جيرانها. بس بتيجي مكالمة لجول من اخو تومي انه اتقبض عليه بسبب انه ضرب واحد في حانة. وبعد ما يخرج جول، سارة بتصحى على اصوات طيارات قريبة جدا وضرب نار، فبتخاف اكتر لما بتعرف ان باباها مش موجود في البيت. وبتسمع في التليفون انهم اعلنوا حالة الطوارئ وممنوع حد يخرج من البيت. لكنها مش بتسمع الكلام وبتخرج، وبتلاقي كلبة جيرانهم خايفة جدا ومرعوبة وبتطلع تجري. ولما بتدخل عند الجيران بتلاقي البيت كله متكسر والأرض مليانة دم. كملت مشي لقت الراجل ده مقتول، والست الكبيرة اللي كانت على الكرسي بتمص دم بنتها، فطلع جري بره البيت. وهنا كان وصل جول وادى للست واحدة خلص عليها، وبكده يكون الوباء بدأ فعلا في الانتشار زي ما الدكتور قال. المهم أخد سارة ومشوا بالعربية، وفي الطريق كانوا مستغربين ازاي الست اتحولت بالشكل ده. سارة كانت معتقدة انهم كمان مصابين بنفس الفيروس، بس لسه ما تحولوش. وهم في الطريق شافوا الناس بتستنجد بيهم، لكن جول رفض يوقف، وده يعرفك انه عنده غريزة البقاء. المشكلة ان الجيش اصلا عامل حظر تجول، فما كانش قدامهم غير الهرب من الحدود ودخول المكسيك. سارة شايفة ان الوباء هينتشر في كل مكان ومبقاش في حتة مضمونة، والناس اللي اتحولوا دول بدأوا يهاجموا الناس السليمة، والفوضى زادت أكتر وأكتر. والحل الوحيد إن جول ما يقفش تحت أي ظرف. بس فجأة طيارة وقعت جنبهم، ساعتها الكل أغمى عليه، وبعد شوية فاقوا. وسارة كانت اتصابت، الكحت بتاعها اتكسر وعربية شرطة خبطت فيهم وعملت حاجز بينهم وبين توم أخوه. ساعتها جول أخد سارة وطلع يجري بيها على ما توم يحصلهم، بس كل ما جول يتحرك يلاقيهم متحولين في كل حتة، وفي واحد بيجري وراهم مش راضي يسيبه. وفجأة ظهر قدامه واحد من قوات الجيش وأنقذه، بس في نفس اللحظة جاله أمر بإنه يقتله هو وبنته على أساس إنهم مصابين بالفيروس وكده. لكن فجأة ظهر تومي وقتل الجندي ده وأنقذ أخوه، بس بعد فوات الأوان للأسف، لأن سارة كانت أخذت الطلقة وكانت إصابتها خطيرة جدا وماتت قدام عينه. وبعد 20 سنة من الوقت اللي كنا فيه ده، وبالتحديد في سنة 2023، كان الفيروس انتشر بشكل مرعب، والبشر ابتدوا في الانقراض، ومفيش أي علاج يوقف الفيروس ده. وبالنسبة للجثث اللي بتموت كانوا بيحرقوها قبل ما تتحول. وحاليا احنا في مدينة بوسطن، واللي بيكون عايش فيها كل البشر الأصحاء، ومن ضمنهم بطلنا جول، واللي كانت شغلانته في الوقت ده انه يحرق الجثث حتى لو كانت اطفال. بعدها ياخد فلوسه ويمشي، وده لانهم بيكونوا عاملين حظر تجول من 6 ل6 حفاظا على ارواحهم طبعا من انتشار العدوى. وكمان بيعملوا محاكمة عسكرية لأي حد بيدخل أماكن الحظر الصحي من غير ما يكون من الطاقم الطبي. تقدر تقول كده إنهم ما بيسمحوش بأي تهاون من أي نوع. بعدها جول راح لواحد وباع له حبوب عبارة عن منوم، وده لأنهم من كتر الخوف مش بيناموا، فده بالنسبة لهم حاجة غالية جدا. وبنعرف إن العسكري ده هيساعده في الهرب من المدينة. ودي تيس روبرت بيقول لها إنها سرقت منه بطارية، بس دي مش مشكلته إن رجالته ضربوها وهو خايف من ردة فعل جوزها، وده لأن جوزها بيكون بطلنا جول. وفجأة المكان بينفجر وتيس خرجت من قبل ما يمسكوها، ولما حاولت تهرب لقيت خناقة كبيرة جدا بين القوات الحاكمة والقوات المحتلة وأخدوها معاهم. ودي بطلتنا إيلي، وده أول ظهور ليها وكانت محبوسة. ومعلومة سريعة كده، القوات اللي عاوزة تحتل المدينة اسمها قوات فيدرا، وبيمثلوا الحكم الديكتاتوري، والمفروض انهم جايين ينقذوها من الجيش اللي حابسها. بما ان جول بيخضع للقوات الشعبية اللي حابسينها، فالطبيعي انه ضدها. جول اصلا كل همه انه يوصل لتوم اخوه، ومفيش غير مكتب اتصالات واحد بس اللي شغال في المدينة، وبقاله 3 اسابيع بيبعت له رسائل يوميا
ومش عارف يوصله برضه. فقال لك يبقى مفيش غير إن أروح برج الاتصالات اللي رد عليا منه آخر مرة، والبرج ده بيكون بعيد جدا جدا وهيسافر له بلاد علشان يقدر يوصله، بس ده مش هيوقف جول. فبيرجع بيته وبيطلع الخريطة وبيبدأ يحسب المسافة اللي هيمشيها. بعدها أخد 3 حبوب منوم لكنه برضه معرفش ينام. وبنعرف إن الأخت تيس هي مرات جول، وقالت له إن روبرت باع البطارية لحد تاني، والبطارية دي بتاعت العربية اللي المفروض إنه هيستخدمها علشان يروح يدور على أخوه. وفضلت تيس تسخن في جول عشان يروح يكسر دماغ روبرت ويجيب البطارية، وفعلا وافق. وعلى الناحية التانية بنشوف قوات فاير فلايز اللي بتحارب قوات فيدرا، وكانوا عاملين اجتماع بيسألوا فيه عن إيلي وعن سبب حبسها. قالت لهم إن ده مش مهم دلوقتي لأنهم ناويين ينقلوها لمكان أمان وبعدين يعرفوا مدى أهميتها لقوات فيدرا. نرجع لبطلنا جول وهو بيدور على روبرت، وفضلوا يرشوا كام واحد كده علشان يعرفوا يوصلوا له، وبعد محاولات كتير جدا قدروا يوصلوا له ويحددوا مكانه. إيلي في الوقت ده كانت بتحاول بكل قوتها إنها تهرب ومش عارفة. وبنعرف بقى إن بطلتنا كانت في المدرسة العسكرية لقوات فيدرا، والست دي هي مارلين، وبتكون قائدة قوات الفاير فلايز في مدينة بوسطن، وهي اللي كانت بعتت إيلي على مدرسة الأيتام بتاعتهم وقت ما كانت طفلة. ولو سألتني هي من الفاير فلايز ليه بعتتها لفيدرا، هقولك عشان ده أأمن مكان ليها. بنرجع لجول وتيس وهما ماشيين في نفق شكله مخيف جدا، ومنه دخلوا على أوضة شافوا فيها منظر مرعب، جثة مصابة بالفيروس متعفنة ولازقة في الحيطة وشكلها يخوف. بعدها طلعوا على سلم وصلهم لباب نازل من تحته دم، ولما دخلوا لقوا روبرت مقتول والبطارية بايظة. ورغم ده إلا إنه كان بيحاول يبيعها لأكتر من واحد. كملوا طريقهم وفجأة طلعت إيلي وكانت عاوزة تضرب جول، وهنا كان أول لقاء للبطلين. ووجود البطارية هنا معناه إن روبرت كان عاوز يبيعها لمارلين، ومارلين كانت محتاجاها علشان تهرب إيلي من المدينة لأنها أهم من إن جول يلاقي أخوه بكتير. وبعد ضرب النار اللي حصل ده قوات فيدرا على وصول، ومارلين طلبت من جول إنه يهرب إيلي ويسلمها لقوات فاير فلايز في مبنى الحكومة القديم، وفي المقابل هتديله كل حاجة هو عاوزها زي عربية أو أسلحة أو أكل وفلوس عشان يقدر ينقذ أخوه. وبعد مناقشة طويلة جدا مع مراته تيس ووافق على عرض مارلين في مقابل طبعا إنها تنفذ كل كلامها قبل ما يوصل إيلي. ومن هنا هتبتدي رحلتهم سوا واللي هتستمر معانا طول المسلسل. في البداية أخدوها على بيتهم وفكروا هيتحركوا بيها إزاي وسط الليلة دي كلها، وإيلي بتكون فضولية جدا لدرجة إنها فضلت تألف في كل حاجة جول، ومن كلامها اكتشف إنها ذكية بشكل مبالغ فيه. بعدها اتكلموا على الجانب التاني من الجدار اللي باعتبار إنها اتولدت بعد انتشار الوباء فعمرها ما خرجت بره جدار المدينة بتاعتهم. جول كان مستغرب أهميتها بالنسبة لقوات فيدرا وقوات فاير فلايز، فسألها انت مين بالظبط؟ قالت له انها تبقى بنت شخصية مهمة جدا. وبدأوا بقى انهم يتحركوا في رحلتهم اللي مش عارفين هيوصلوا بيها لفين. مشيوا في مواسير ضخمة جدا تحت الأرض وكانوا خايفين جدا، وكانت قوات فيدرا موجودة في كل مكان، وفي جندي من الجنود شافهم وثبتهم، والجندي ده هو اللي كان جول بيبيع له حبوب المنوم. ساعتها جول افتكر بنته واللي حصل معاه وقتها، وفجأة هجم عليه ونزل فيه ضرب لحد ما قتله وصفاه. بعدها أخدوا منه جهاز كشف الفيروس، وللأسف لما جربوه على إيلي طلعت مصابة، بس الحقيقة إنها كانت عندها إصابة واتعالجت منها بس مش عارف إزاي. وجايز ده هو اللي مخلاها مميزة عن بقية البشر. ودي الدكتورة إيبو راتنا، أستاذة في علم الفطريات في جامعة إندونيسيا. فجأة لقت شوية ضباط داخلين عليها وأخدوها، ولما راحت معاهم دخلوها معمل وطلبوا منها تفحص عينة وتقول لهم نتائج الفحص ده. ومن أول نظرة على العينة قالت لهم إن ده فطر كوريديسيبس ثعباني، وإن الفطر ده مستحيل يعيش في جسم الإنسان. فالظابط حب يأكد لها ودخلها على الجثة تشوفها بعينها، وأول ما فتحت بقها وشافت الفطريات اللي فيه اتخضت وطلعت بره جري. ولما عرفت إن اللي عضها لسه طليق وإنه عض 14 واحد كمان كانت مرعوبة. الظابط قال لها إنهم جابوها علشان تساعدهم في علاج أو لقاح. قالت له إن مفيش علاج ولا لقاح. فسألها أمال نعمل إيه يا دكتور؟ قالت له هي بتعيط إنهم لازم يفجروا المدينة وكل اللي فيها. وبنرجع لبطلنا جول والأخت إيلي في رحلتهم الطويلة، وكانوا طول الوقت خايفين إن إيلي تكون مصابة بالعدوى. وجول كان فاقد الأمل في إنه يوصل إيلي للفاير فلايز لأن الطريق طويل جدا وصعب، وكان بيفكر يقتلها الصراحة. لكن تيس منعته وقالت له إنهم لازم يكملوا لأن دي أفضل طريقة. وفجأة تيس اتعصبت وراحت على إيلي وسألتها هو أنت ليه مهم أوي كده بالنسبة لمارلين؟ قالت لها إن مارلين طلبت منها ما تقولش لحد، بس مع ذلك قالت لهم إن في معسكر الفاير فلايز غرب المدينة، وهناك في أطباء بيشتغلوا على اختراع علاج جديد، وهي هتكون الحل لأنها الوحيدة في البشرية اللي خفت من العضة. بس جول قال لها إن الكلام ده كلام فاضي وإنهم سمعوا الكلام ده 1000 مرة. وهنا بقى إيلي حاولت تشغل دماغها عليهم
وتعمل نفسها إنها مصابة. فتيس قالت لها متتكررش تاني وإلا المهم كملوا طريقهم وطلعوا للمكان اللي تم فيه التفجير عشان يقللوا من انتشار العدوى. وكانت وجهتهم لمبنى الحكومة، وكان في طريقين، الطريق الطويل وده آمن إلى حد ما، والقصير وده الطريق المميت. فقالوا إنهم هيفحصوا المكان من الفندق وبعدين يقرروا. وفي الطريق تيس سألت إلي عن سبب العضة، قالت لها إنها كان في مكان حجر صحي مقفول وكان ممنوع أي حد يقرب منه إطلاقا. وفي مرة اتسللت ليه علشان كانت عاوزة تشوف شكله من جوه وليه قافلينه. وفجأة ظهر متحول وهجم عليها وعضها. وبعد شوية سمعوا صوت غريب وكانوا خايفين قوي بس كملوا مشي. بعدها وصلوا لمبنى الحكومة لكنه كان مليان مية. وبعد ما دخلوا ومشوا فيه شوية وصلوا لطريق مسدود. ساعتها تيس لفت عشان تفتح لهم مكان يكملوا منه مشي. اللي بتسأل جون عن المدة اللي بيعيشها الموقوب قال لها إن في منهم بيعيش شهرين وفي منهم اللي عايش بقاله أكتر من 20 سنة. وفجأة سمعوا صوت فاتخضوا، بس طلعت تيس واخدتهم على مكان فيه متحولين كتير قوي، وقالت لهم ان كلهم متصلين ببعض وان الفطر بينمو تحت الارض وهو عبارة عن الياف طويلة جدا زي الاسلاك طولها بيعدي 160 متر، ولو حد داس على اي جزء منه في اي مكان ممكن يصحي عدد كبير جدا منهم في مكان تاني، وفي الوقت ده يكونوا عرفوا مكانك وهيجوا يقتلوك. وحاولت تحذر إلي وقالت لها انها محصنة من العض لكنها مش محصنة من انها تتقطع اجزاء صغيرة وتتاكل. وكده قرروا انهم مش هيسلكوا الطريق الطويل وهيمشوا في الطريق القصير وهيبدأوا طريقهم من المتحف بعد ما جول فحص المكان وعرف ان اللي جواه ماتوا خلاص. لكن بعد شوية إيلي شافت واحد لسه مقتول والدم مغرق المكان. ساعتها جول طلب من إيلي ما تطلعش أي صوت والكلام للكل ولازم يكونوا في صمت تام. وفي طريقهم للدور اللي فوق كان في حاجات من المبنى بتقع، وفي آخر لحظة قدروا يدخلوا الدور قبل ما السقف يقع عليهم. وفجأة سمعوا صوت متحول في المكان وكانوا هيموتوا من الرعب، وده لأنه شكله غريب ومرعب. ومن كتر الخوف إيلي عملت صوت فعلى طول هجم عليهم. والمشكلة إنه مكانش واحد. تيس أخدت إيلي وجروا وجول كان بيحاول يستخبى منه. الموقوف ده مش بيشوف لكن لو سمع همس بس بينقض على صاحب الصوت. بعد ما جول عبى السلاح راح ياخد إيلي بس برضه عمل صوت وعلى طول المتحول هجم عليه تاني. جول ضربه يجي 5 طلقات ومماتش بس في الاخر مات. وكده فضل التاني. تيس خبطته واحده بالفاس ما ماتش، قام جول مكمل عليه وقتله. وايلي كانت اخدت لها عضه بسيطه كده. المهم طلعوا من المكان وجول كان متشائم جدا وقال لتيس ان العضه الاولى ما اثرتش فيها بس ممكن التانية تأثر. قالت له بوس ايدك بص لنص الكوباية المليان. بعدها نزلوا علشان يكملوا طريقهم قبل ما الدنيا تليل. وطول الطريق جول كانت عينه على ايد إيلي علشان لو حصل تحول شوية وصلوا المكان المفروض انهم يسلموا فيه إيلي. لكن الغريبة انهم ملقوش اثر لقوات الفاير فلايز والعربية بتاعتهم فاضية والاجواء تمام. بعدها إيلي لاحظت اثار دم قريبة من البوابة ومن غير تفكير تيس اخدت إيلي ودخلت. وحاولوا كتير انهم يدوروا على جهاز لاسلكي علشان يتواصلوا مع مارلين لكن للأسف من غير فايدة. وهنا بقى جول طلب منها انهم يرجعوا حالا لانه مش مطمن للي هيحصل بعد شوية. لكن تيس مصممة بشكل غير عادي انهم يفضلوا، وده لانها طلعت مصابة بالفيروس من ساعة ما كانوا في المتحف واملها الوحيد هو انها تدخل الحجر الصحي لقوات الفاير فلايز. والعدوى كانت عندها بتنتشر بسرعة جدا على عكس إيلي اللي كانت ثابتة وما بتنتشرش. وده يثبت لنا ان إيلي فعلا الحل الوحيد لإنقاذ البشرية من الانقراض. المرض فعلا مرعب وكل اللي بيتعض بيتحول بسرعة جدا، ودول كل اللي كان بيعملوه انه يقتل وبس. وهنا بقى كل الجثث اللي في المكان قاموا بيتوجهوا للمبنى وكده مفيش قدامهم غير دقيقة وكل الجثث دي هتيجي علشان تتعشى بيهم. والحل الوحيد هو تفجير المكان. وللأسف تيس قررت تضحي بنفسها علشان تنقذ جول وإيلي وطلبت منه ياخد البنت ويجري فورا. والموقوبين دخلوا المكان بس تيس ولعتها مش راضية تشتغل. وفي واحد منهم سمع صوت الولاعة فراح عليها ومجرد ما لمس تيس وعضها الولاعة اشتغلت والمبنى كله انفجر بيهم. وكده للأسف خسرنا تيس وجول هيكمل الرحلة مع إيلي لوحدهم. وفعلا بيمشي وبيكون حزين جدا على فراق مراته لكنه كمل طريقه في الغابة وقال لإيلي إن قدامهم 5 ساعات ماشي وصلوا لوجهتهم. وفي وسط الطريق وقف عند مكان المفروض إنه سايب فيه سلاح لكن لما دخل نسي هو كان حاطط السلاح فين. فبتدخل إيلي تدور معاه وبتلاقي مكان غريب تحت الأرض فبتنزل وفجأة بتسمع صوت فبتروح عليه وبيكون واحد من المتحولين بس المبنى واقع عليه. فبتتجرأ وبتروح تشرح فيه وكانت مستمتعة جدا وفي الآخر قتلته بدون أي خوف. بعدها طلعت لجول وكان جاهز كل حاجته علشان يكملوا طريقهم. في الطريق اللي بتسأل جول ازاي الخراب ده انتشر في يوم واحد. قال لها ان محدش اتوصل لحل لكن كل اللي يعرفوه ان الكوريديسيبس دخل جوه المواد الغذائية زي السكر والدقيق واللي كان بياكل بكمية كبيرة كان بيصاب بالوباء. وكل ده حصل في يوم واحد
وهو يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2003، ويا دوب ما عداش غير يومين والأرض انتهت. وفجأة وقف جول وقال لإيلي إنهم لازم يمشوا في الغابة لأن الطريق التاني عليه حاجات ما ينفعش تشوفها، لكنها صممت تمشي من الطريق وتشوف اللي بيتكلم عليه ده. وفعلا راحت وشافت هياكل عظمية كتير جدا تقريبا لقرية كاملة. جول قال لها إنه بعد أسبوع من انتشار الوباء كل الجنود كانوا بيلفوا في القرية علشان ياخدوهم للحجر الصحي، لكن بعد ما الحجر اتملى قتلوا كل الباقيين. تعالوا أوريكم إيه اللي حصل في 2003. بعد ما خلوا منطقة السكان، في واحد اسمه بيل فضل جوه البيت وبيراقب الجنود من بعيد، ولما مشيوا خرج من البيت وبدأ يجمع كل حاجة هو عاوزها من المدينة وبدأ يجهزها علشان يعيش فيها لوحده. وفي مرة وهو بيتعشى كاميرات المراقبة رصدت واحد من الموقوبين، لكن صاحبنا كان عامل له فخ وأول ما داس عليه خد طلقة فرتكت دماغه. وعدى 4 سنين وهو عايش في المكان ده لوحده من غير كلب حتى يسليه، بس بصراحة عامل نظام أمن متكامل. المهم في مرة الكاميرات رصدت واحد كمان فطلع عشان يقتله، لكن الشخص ده كان سليم وكان عاوز يوصل لمدينة بوسطن. فسأله إذا كان مصاب، قال له إنه مش مصاب ولا حاجة وإن مجموعته كلها ماتت. وفعلا طلعه وكشف عليه وعرف إنه مش مصاب. طلب منه يمشي من المكان لكنه صعب عليه في الآخر وأخده معاه البيت وقدم له عشاء. وبعدين طلب منه يمشي، قال له همشي بس بعد ما تغني له أغنية. وفعلا غنى له، كان صوته جميل جدا فاتأثر بيه وعاشوا مع بعض في الحلال 3 سنين جمال. وبعد ال3 سنين زي أي 2 متجوزين بدأت المشاكل. أخونا فرانك كان عاوز يجدد شوية حاجات في المدينة ويكون صداقات ويعزم ناس على العشاء، لكن بيل طبعا رفض كل الحاجات دي. وعلى الرغم من رفضه إلا إن فرانك ده أصدقاء فعلا وهم أخواتنا جول وتيس، لأن الكلام ده حصل في الماضي. بيقعدوا مع بعض والمفروض إنهم بيتعرفوا ويشتغلوا مع بعض وكده، لكن بيل كان رافض ومتكلمش ولا كلمة. وبعد شوية فرانك دخل مع تيس جوه، وهنا بقى جول فضل يقنع في بيل إنه عندهم حاجات في الحجر مش موجودة في القرية زي العلاج وقطع الغيار وغيره. وبدأ يخوف بإن الأسلاك اللي حاططها حوالين القرية بدأت تتاكل ومش هتصمد أكتر من سنة، وإنه يقدر يجيب له مكانها كتير جدا. وحذره كمان من إن أكيد في حد هيحاول يدخل المكان دلوقتي أو بعدين، لكن برضه بيل رفض كل الإغراءات اللي قدمها جول. وبعد كام سنة وتحديدا في 2013 فرانكي كان محضر مفاجأة لبيل، وهي إنه بدل مع جول وتيس مسدس من بتاع بيل مقابل بذور فراولة، وكانوا مبسوطين جدا إن طعمها حلو. وفي ليلة دخل شوية أشخاص القرية بس الأفخاخ قتلت منهم واحد، وساعتها بيل صحى ونزل يصطاد فيهم بس كانوا كتير جدا وضربوه بالنار. فرانك دخله جوه وما سابوش غير لما عالجه، وبعد 10 سنين كانوا عجزوا وبقت حالتهم حالة، وفرانك بقى مريض وقاعد على كرسي. وفي يوم صحى من النوم وقرر إنه هيموت النهاردة. قال لبيل إنه آخر يوم ليه ولازم يحقق له كل اللي نفسه فيه. أول حاجة يطبخ له الأكل اللي بيحبه، وتاني حاجة استغفر الله يتجوزه، وتالت حاجة إنهم يختاروا لبس جديد ويلبسوه سوا، ورابع حاجة والأخيرة هي إنه هيكسر كل الحبوب دي ويحطها في كاس ويشربها، وبعدها يموت بين إيدين بيل. طبعا بيل سمع الكلام وفضل يعيط كتير جدا وقال إنه مش هيقدر يعمل حاجة زي دي. المهم بدأوا فعلا ينفذوا كل حاجة طلبها فرانك، وتعاشوا سوا وتهابوا واتجوزوا، وكان فاضل بس إنه يشرب الحبوب. ولما شرب لقى بيل بيشرب هو كمان فاستغرب، طلع إن بيل حاطط كل الحبوب في الإزازة مش في الكاس، وكده نعرف إنه هيموت هو كمان. وقالوا إنه كفاية عليه اللي عاشوا معاه لحد دلوقتي. بعدين دخل أوضة النوم عشان يودعوا في سلام، وبطلنا جول كان وصل لنفس المكان اللي كانوا فيه. ولما دخل إيلي لقت ورقة بيل كاتبها لجول وسايب معاها مفتاح. بيقول في الورقة دي إيه: في 29 أغسطس 2023 لو لقيت الورقة دي فأرجوك ما تدخلش أوضة النوم، وإحنا فتحنا الشباك عشان الريحة ما تدخلش البيت والمنظر هيكون فظيع. أظن إن أنت لقيت الرسالة دي يا جول، لأن لو أي حد تاني كان هيتكهرب أو هيتقتل في أفخاخي. خد كل اللي أنت عاوزه. ورمز فتح الغرفة المحصنة هو نفس رمز البوابة لكن معكوس. وعلى الرغم إن عمري ما استلطفتك لكني بحترمك، وهقولك على حاجة لأنك الوحيد اللي هتفهمها. كنت بكره العالم وكنت فرحان لما كل الناس ماتت، لكني كنت غلطان لأن كان في شخص واحد يستحق الإنقاذ وأنا عملت كده وحميته. أنا سايب لك أسلحتي ومعداتي، استخدمها في حماية تيس. ساعتها اتأثر جول وطلب من إيلي تفضل مكانها. ولما راح لمكان العربية وهناك لقى طريقة إنه يشحن بطارية عشان يمشوا بيها، لكن فجأة رجع لإيلي وطلب منها توريله إيديها، بس لقى الجرح تمام ومفيش انتشار. قال لها إنه صنع بطارية وإنها دلوقتي بتشحن، وإنه ليه أخ في وايومنج وقع في مشكلة وهو يروح يدور عليه. وبالمناسبة كان عضو في قوات الفاير فلايز وأكيد عارف حد ممكن يوصلهم للمختبر. في الوقت ده إيلي كانت عاوزة تعتذر عن خسارته لتيس، فمنعها وقال لها إنها لو هتروح معاه لازم تعمل حاجتين:
الأولى ما تجيبش سيرة تيس تاني نهائيا، والتانية إنها ما تقولش لأي حد عن حالتها، والتالتة ودي الأهم إنها تنفذ كلامه بالحرف الواحد. فبتوافق إلي على كل كلام جول. بعدها نزلوا يجمعوا كل حاجة ممكن يستخدموها، وإلي لقت مسدس فخبته في شنطتها من جول. بعدها ركبوا العربية، ومن الواضح إن إلي أول مرة تشوف عربية في حياتها. المهم مشوا بالعربية وشغلوا أغنية تسليهم في الطريق. وده تلخيص أول 3 حلقات من مسلسلنا. ما تنساش تعمل فولو للقناة وتكتب لي رأيك في كومنت. أشوفكوا على خير.